وجه عادي جدا بتشوفه في اي مكان، لكن ورا الوجه العادي دوت قاتل متسلسل رعب مدينه بحالها. شخص نمطي وعادي جدا، حاجه كده شبه زميلك في الشغل او جارك او الراجل اللي بيركب جنبك في المواصلات. الشخص اللي تستغرب ازاي ده سفاح اسكندريه، وهل الجرائم دي كلها اللي قام بيها ممكن يكون وراها الدارك ويب؟ وايه علاقه الاكله الحلوه اللي بتكون قبل اي جريمه بيرتكبها السفاحين دول؟ موضوع القتل والدفن في نفس المكان تحت الارض، واللي مش غريب عن اسكندريه اللي كان فيها العصابه الاشهر في التاريخ في الموضوع دوت، وهي عصابه رايا وسكينه. لكن نصر الدين اصلا مش من اسكندريه، هو من كفر الشيخ، لكن اغلب جرايمه ارتكبها هناك في اسكندريه. نصر الدين واللي اتخرج سنه 94 من كليه شريعه وقانون بتقدير جيد جدا، واللي كان شاطر فعلا، شخص ملتزم او بيحاول يضفي على نفسه صفه الالتزام الديني. نصر الدين كان زي اي شاب في بدايه حياته، كان بيفكر طبعا ان يسافر ويشتغل بره، علشان كده نصر سافر للاردن واشتغل هناك في الاداره القانونيه في احدى الشركات اللي موجوده هناك. زي ما قلنا نصر ما كانش بس شاطر على مستوى الدراسه، كمان كان شاطر في الشغل، وده اللي خلاه يشتغل بسهوله بعد ما اتخرج. ايه الشطاره اللي ممكن توصل صاحبها ان يستغلها في النصب او الطرق الشمال؟ نصر الدين اثناء وجوده في الاردن عمل شويه عمليات نصب كده كويسه، لكن بعدها وقبل ما يتفضح امره، علشان هو شخص ناصح، قرر قبل ما يتفضح امره ان يسيب الاردن ويتجه للسعوديه علشان يقعد هناك لحد سنه 2017، ووقتها يقرر انه يجي هنا مصر، وده طبعا بعد ما انكشف امره في السعوديه. كمان الثقه في نصر كانت مهزوزه شويه، وده طبعا بسبب سمعته اللي كانت سابقاه، علشان كده نصر واجه صعوبه في انه يلاقي شغل في مكاتب المحاماه الكبيره اللي موجوده هنا في مصر. نصر اتجه انه يكون ليه مكتب المحاماه الخاص بيه، وبدا ياجر مكتب ويسيبه، وبعد شويه يروح لمكتب تاني، وهكذا. القاسم المشترك ما بين عدد المكاتب اللي اجرها نصر ديت واللي وصل عددها ل 20 مكتب، وهو انهم كلهم كانوا في الدور الارضي.